ربنا ذكر في القرآن المال والبنون زينة الحياة الدنيا. زينة يعني دي أكتر حاجة الناس بتشتهيها في الدنيا، هي الفلوس والولد. وفي آية تانية وتحبون المال حبا جما، ربنا اطلع على كل بني آدم كلهم اجتمعوا على نقطة واحدة، إن كلهم بيحبوا الفلوس جدا. نلاقي كل يوم في شمس بتطلع في نفس الميعاد من شرق الأرض تنور الأرض كلها، وأنت شايفها قريبة، دي بعيدة جدا، بينها وبين الأرض حوالي 150 مليون كيلو متر. لو قربت حاجة بسيطة بس هتحرق الأرض كلها، وإحنا شايفينها صغيرة، دي قد الأرض 109 مرة، فاللي هو في دقة غريبة جدا. وبرضه الشمس بتختفي كل يوم في نفس الميعاد ولكن من غرب الأرض، بتختفي تروح فين مش عارفين. إيه ده؟ مين اللي بيدير الكلام ده؟ نلاقي في مطرة بتنزل سيول مش عارفين بتيجي منين، مين اللي بينزلها؟ هو إيه ده بالظبط؟ مين اللي بيعمل الكلام ده؟ ونلاقي في رسالة اسمها القرآن الكريم أرسلت من اللي عمل كل ده، أرسلت من 1400 سنة، وزي ما نزلت وصلت لنا. ما تلاقيش فيه كتابين، مثلا كتاب يقولك أنا القرآن وكتاب يقولك أنا القرآن، وتلاقي ده بيقول حاجة وده بيقول حاجة. لا، هو كتاب واحد. ربنا وعد بحفظ القرآن وحفظه فعلا، لا في حرف ناقص ولا في حرف زائد، زي ما نزل وصل لنا. فاللي بيدير الشمس اللي قد الارض 100 مره واللي بينها وبين الارض 150 مليون كيلو متر بعت لنا رساله وبيكلمنا، وذكر في الرساله كميه اسرار وحقائق حرفيا تذهل العقل. فانت اكيد مصدق ان في ربنا، ما يعني مين اللي عمل كل ده؟ مين اللي بيدير الشمس دي؟ واكيد مصدق ان الكلام ده كلام ربنا مش كلام سيدنا محمد. ما هو سيدنا محمد هيعرف الكلام ده منين؟ ومن 1400 سنه لا كان في تكنولوجيا ولا العلم اللي موجود دلوقتي. وكل ما بيكتشفوا حاجه اليومين دول يلاقوها مكتوبه في الكتاب اللي نزل من 1400 سنه. ونلاقي اصلا ايه بتقول سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. ربنا بيقول انا هوريكم اثباتات وهثبت لكم ان الكلام ده كلامي، وحصل فعلا. كل ما يكتشفوا حاجه يلاقوها مكتوبه في الكتاب اللي نزل من 1400 سنه. فربنا بيساعد حتى اللي مش مصدق. فاذا الهدف ان انت تصدق. ربنا قال في سوره الواقعه فلولا تصدقون، لو بس تصدقوا هدهشكم. ومش بس تصدق، وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. الهدف مش ان انت بس تصدق تبقى موقن مفيش ذره شك، زي ما انت متاكد يقينا ان الشمس بتطلع كل يوم واكيد هتطلع بكره، نفس اليقين ده كلام ربنا. طب لما هو كلام ربنا، ما تيجي نشوف ربنا قال ايه عن الرزق وعن الفلوس وعن الغنى وعن كل حاجه. القران ربنا قال لك تدبر كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته. صحيح الكتاب نزل على سيدنا محمد، ولكن انتوا اللي عليكم تتدبروا. دور على الحقيقه بنفسك، حاول تفهم بنفسك، وفعلا مش هتلاقي اي كتاب ورد من النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ان ده تفسير القران. فاذا باب التدبر مفتوح ليوم القيامه، بل كل واحد عليه ان هو يتدبر في القران. ربنا مش هيسال كل بني ادم انتوا ليه ما درستوش الطب، انتوا ليه ما درستوش الهندسه، ليه ما درستوش الحقوق، انما هيسال كل بني ادم انت ليه ما تدبرتش في القران. وهتلاقي في ناس كتير اجتهدت وتدبرت في القران وعملت كتب لتفسير القران، ولكن هتلاقيهم اختلفوا. نفس الايه ولكن ده فسرها بمعنى وده فسرها بمعنى تاني خالص، وده طبيعي لان ده تدبرهم هم، ده اجتهادهم هم. استفيد من تدبرهم، ولكن انت كمان عليك ان انت تتدبر. ممكن يكون ليها معنى ثالث خالص. طالما ما فيش كتاب جه من النبي بيقول لك ان ده تفسير القران، يبقى باب التدبر مفتوح ليوم القيامه. والتدبر حاجه ومعاني الكلمات حاجه تانية. انت فعلا في كلمات في القران محتاج ان انت تلجا للمعجم العربي عشان تعرف معناها، لان ربنا نزلها بلسان عربي، او ان انت تدرس اللغه العربيه الفصحى. انما التدبر ان انت تربط الايات ببعض عشان تعرف الصوره كامله. يعني مثلا ربنا قال عن الكبائر ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لو بعدت عن الكبائر هغفر لك كل ذنوبك وهدخلك الجنه. طب ايه هي الكبائر دي؟ فانت لازم تربط كل الايات اللي ذكرت فيها ذنوب ولكن وراها وعيد، وقتها هتعرف ايه هي الكبائر. هو ده التدبر، ان انت تربط الايات ببعض عشان تفهم الصوره كامله. ولازم ان انت تدور بنفسك، لان اولا ربنا امرك بكده، ولان لقيت ناس ضايفه كبائر من عندها ومحرمه حاجات ربنا اصلا ما حرمناش. ربنا اتكلم في القران عن اكتر من موضوع، ولكن ما تلاقيش مثلا سوره اسمها البلاء ربنا بيتكلم بس فيها عن البلاء، ما تلاقيش سوره بتتكلم عن الرزق بس، ما تلاقيش سوره بتتكلم عن الموت والحياه بس. لا، يبقى انت كده مش محتاج تتدبر. انما ربنا اتكلم عن البلاء مثلا ولكن في 20 ايه ووزعهم في اكتر من سوره وقال لك تدبر. ايوه، اللي هو اعمل ايه؟ جمع الايات دي هتفهم الصوره الكامله عن البلاء وعن الرزق وهكذا. زي ما انت جمعت كل الذنوب اللي وراها وعيد عشان تعرف ايه هي الكبائر. اعمل انت بقى ابواب، باب عن البلاء، كل الايات اللي ربنا اتكلم فيها عن البلاء والقصص اللي ربنا ذكرها والناس اللي ربنا ابتلاهم ليه ورفع عنهم البلاء امتى، وعن الرزق وعن الغنى وعن كل حاجه، ليه ربنا وسع الرزق ده وليه ربنا ضيقها على ده. فنرجع مثلا تاني عن الكبائر. ربنا بيقول لك لو بعدت عن الكبائر هسامحك وهدخلك الجنه. طب ايه هي الكبائر دي؟ فانت مضطر ان انت تدور في كل الايات عن الذنوب اللي وراهم وعيد عشان تعرف ايه هي الكبائر. هو ده التدبر. مع فرق التشبيه، مثلا مديرك في الشركه بعت لك رساله على الموبايل بيقول لك تعالى بكره الساعه 7 بدل 9 لان في ترقيه وانا مرشحك، اوعى تتاخر دقيقه لاما هتروح عليك الترقيه. يجي بكره ولكنك للاسف برضه رحت 9 بدل 7، فالترقيه راحت لحد تاني، فانت رايح للمدير وزعلان قوي، انت مش قلت لي هترقيني ومش عارف ايه. فالمدير بيقول لك هو انا مش بعت لك رساله؟ قلت له ايوه انا قريتها مليون مره، حفظتها صم. حفظت ايه وقريت ايه؟ ما جيتش 7 ليه؟
هي نفس المشكلة، أغلب الناس بتتعامل مع القرآن كده. يبقى ربنا بعت رسالة يقول ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويعديها ويدخل على الآية اللي بعدها. هو عنده مشاكل الدنيا كلها، يبقى ربنا بعت له رسالة بيقول له لو اتقيت هحل لك كل المشاكل اللي عندك دي وهجيب لك رزق من حتة ما يخطرش على بالك. يبقى المفروض لا، نقف هنا ثانية. يعني أنا يا رب لو اتقيت هتحل لي كل المشاكل اللي عندي وهتوسع رزقي وهتجيب لي رزق من حتة ما تخطرش على بالي؟ طب اتقي ازاي؟ اعمل ايه؟ ده اللي المفروض يحصل، ده المفروض طريقة تعاملك مع القرآن. ربنا بيكلمك، ولو عايز تعرف فعلا ربنا قال لك تدبر، تبدأ تدور على كل الآيات اللي اتكلمت عن الموضوع ده وعن الموضوع ده، هتفهم. عن التقوى مثلا ربنا برضو وزعهم في أكتر من آية في أكتر من سورة، خبى الجايزة للي هيدور. نلاقي مرة في آية ربنا بيقول عن اللي بيصلي إن هو من المتقين، نلاقي مرة عن اللي بيصوم إن هو من المتقين، نلاقي إن اللي ما بيختبش مثلا ربنا وصفه من المتقين، وهكذا. تجمع كل الآيات هتفهم يعني إيه هي التقوى، وتحاول تحققهم كلهم. إن حققت الشرط ده قسما بالله لا يحل لك كل المشاكل اللي أنت فيها، ولا يجي لك رزق من حتة ما تخطرش على بالك. قال كده زي بالظبط مع فرق تشبيه المدير اللي قالك تعالى 7 وهرقيك، تعالى انت بس 7 ومالكش دعوه. وبرضه زي الكبائر، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لو بعدت عن الكبائر هسامحك وهدخلك الجنه. المفروض تعاملك ازاي مع الايه؟ يعني انا يا رب لو بعدت عن الكبائر هتسامحني وهتدخلني الجنه؟ طب ايه هي الكبائر دي؟ وتبدا تدور في القران عن كل الذنوب اللي ذكرت اللي وراها وعيد. ده انت ما تنامش لما تعرف ايه هي الكبائر دي، مش تقعد تحفظها. تحفظ ايه؟ احفظ وكل حاجة، بس مش هو ده الهدف. ما جيتش 7 ليه؟ طب يا رب ايه هي الكبائر دي؟ انا وزعتها في القرآن في اكتر من آية في اكتر من سورة. تدبر. زيها زي كل المواضيع، تلاقي مثلا ربنا اتكلم عن ذنب معين بيقولك اوعى تعمل دي وسكت، وقال عن ذنب تاني اوعى تعمل دي لا اما هعمل فيك واسوي. ده شكل الذنب ده كبير عند ربنا. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تمسك بقى القرآن من اوله لاخره وتدور على كل الذنوب اللي وراها وعيد، هي دي الكبائر. ان بعدت عن الكبائر قسما بالله لا يسامحك ولا يدخلك الجنة. قال كده. تلاقي آية تانية بتقول فاتقوا الله ما استطعتم، على قد ما تقدروا. تحسها شوية شبه آية لو بعدت عن كبائر الذنوب هسامحك، ده نفسها. اتقي واسمع كلامي على قد ما تقدر، طب ابعد عن كبائر الذنوب هسامحك على الصغائر. هنكتشف ان البعد عن الكبائر هو التقوى. يبقى نربطهم ببعض، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاتقوا الله ما استطعتم، طب ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يبقى قسما بالله لو انت بعدت عن الكبائر لا يحل لك كل المشاكل اللي انت فيها، ولا يجيب لك رزق من حته ما تخطرش على بالك، ولا يسامحك ولا يدخلك الجنه، بل في آية تانية هيمتعك في الدنيا لحد اخر يوم في عمرك. قال كده. فانت عمال تقراها مليون مره ولكنك برضه ما جيتش الساعه 7. ما تسالنيش بقى عن الترقيه. طب لو انا وقعت في حاجه من الكبائر، الحاجات اللي هي الكبيره مثلا الزنا القتل الشرك، هل خلاص كده خلصت؟ مين بقى اللي قال كده؟ ده ربنا عامل لدول عرض مخصوص، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ربنا وجه رسالة لدول، لو تبت وخلاص ما بقتش تعملها وبعدت عن كل الكبائر، مش بس هسامحك، هبدل لك كل جبال السيئات دي الحسنات، هخليك تسبقهم كلهم. برضه قال كده. فدي المفروض طريقة تعاملك مع القرآن. ربنا أخفى الكنوز للي يستحقها وقال لك تدبر. ومن ضمن المواضيع اللي ربنا اتكلم عنها الرزق، وبرضه في أكتر من آية في أكتر من سورة، وقال لك عايز تبقى غني اعمل 1 2 3. ربنا قال إيه بقى؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزقك أصلا عندي في السماء، وكل الرزق اللي جالك جاي لك من السماء، ولكن ربنا أخفى كل ده، زي ما أخفى الجن، زي ما أخفى الملائكة، زي ما بيخفي الشمس كل يوم. بيسبب لك أسباب تجيب لك الرزق اللي ربنا أذن لك بيه، اللي جاله عن طريق شغل، اللي جاله عن طريق ورث، اللي جات له فكرة عبقرية، أيا كان في سبب هيحصل بل هتتجر له، فهيجي لك الرزق اللي مكانه في السماء اللي ربنا أذن لك بيه، وهيختبرك. مصدق في كلامي ولا لا؟ مصدق ان انا اللي جبته لك ولا لا؟ ومن ضمن الكبائر ان انت تكذب في آية في القرآن، وللاسف في ناس مصدقتش، فربنا اقسم لهم فورب السماء والارض انه لحق. دي الحقيقة. وفي آية تانية وما بكم من نعمة فمن الله. كل النعم اللي عندك دلوقتي ربنا اللي جايبها لك، وما زال بيختبرك. مصدق ولا لا؟ ان كنت مش مصدق فانت واقع في ذنب من الكبائر، وان كنت مصدق طب ليه ما بتلجأش ربنا عشان يزود رزقك؟ روح ربنا قايل في آية تانية أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. مين اللي هيجيب لك الرزق اللي عندي لو أنا قررت إن أنا أمنعه؟ طب مين اللي هيمنعه لو أنا قررت إن هو يجي لك؟ وإن يردك بخير فلا رد لفضله. لو أنا أذنت لك إن حاجة تجيلك مفيش حد يعرف يمنعها. هو مش أنت مصدق؟ طب ليه عندك سنة الشك دي؟ هو مش ربنا قال كده؟ ولا أنت أصلا مش مصدق؟ يبقى ما تقولش إن أنت ما بتعملش حاجة من الكبائر. وبرضه اللي خايف من الحسد ومن السحر ومش عارف ايه اللي انت بتعمله في نفسك ده؟ مش ربنا قالك ان لو اذن لك بخير مفيش حد هيعرف يمنعه؟ بل قالك واما بنعمة ربك فحدث. خايف من الحسد ليه؟ ولا انت برضه مش مصدق؟ ربنا بيقول فاذا مس الانسان ضر دعانا. ربنا ضيق عليه الرزق وجاب له مشكلة، فقال له يا رب
ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. فربنا استجاب دعاءه، أذن له بالرزق وهيأ له الأسباب، فالرزق اللي ربنا أذن له بيه وصل له. ولكن ربنا أخفى كل ده عشان يشوف مين اللي هيصدق، وما زال ربنا بيختبره. هتصدق إن أنا اللي جبت لك الرزق ده ولا لأ؟ هو قال إيه بقى؟ إنما أوتيته على علم، ده أنا اللي جايبه. وهي في حقيقة الأمر إن هو اختبار من ضمن الاختبارات، وعشان كده ربنا في تكملة الآية قال بل هي فتنة. هتصدق في الكلام اللي أنا قلته لك ولا لأ؟ هتصدق لما قلت لك إن الرزق عندي وأنا اللي بجيبه لك؟ وزي ما البلاء لما ربنا بيأذن بيه محدش بيعرف يمنعه، برضه الفرج لو ربنا أذن لك بيه هيجي غصب عنك، هتفرج غصب عنك. ولانه من ضمن الاختبارات فربنا اخفى كل ده عشان يشوف مين اللي هيصدق في كلامه. انما انت لو قلت يا رب لقيت الفلوس قدامك، ما انت هتؤمن على طول، هتقول لا اله الا الله، بس ده ما بقاش اختبار. فلما جاله الرزق لما دعا ربنا وطلب ربنا قال لك لا، ده انا اللي جبتها مش ربنا، ده انا اللي قعدت افكر وجبت فكره عبقريه، ده انا اللي جايبه مش ربنا. بل هي فتنه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الاكثريه مش عارفين. بعدها بكام آية ربنا قال إيه؟ أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هما ما يعرفوش إن أنا اللي بوسع الرزق وأنا اللي بضيقه؟ ما يعرفوش إن أنا اللي بنزل الرزق وأنا اللي بمنعه؟ ما يعرفوش إن أنا اللي بغني وأنا اللي بفقر؟ وأنه هو أغنى وأقنى. هو أنا مش قلت لكم كده في القرآن؟ هو أنا مش بعت لكم رسالة؟ هو اشمعنى صدق لما قلت له إن في جنة ومش مصدق لما قلت له الرزق عندي وأنا اللي بجيبه لك؟ ونلاقي في موقف في القرآن ربنا ذكره لما قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ما كانوش عارفين يصرفوا على اولادهم، فكانوا اللي هم بيريحوهم من الدنيا. ربنا بيقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده انا اللي برزقك انت وهو، ولكن كل ده مخفي. يروح ربنا قايل في آية تانية لئن شكرتم لأزيدنكم. لو شكرتني على الرزق اللي انا جبته لك هزود لك الرزق، ما انا اصلا اللي جايب لك الرزق الاولاني. كل ده مخفي لانه من ضمن الاختبار. مين اللي هيصدق؟ طب طالما الرزق عند ربنا وربنا اللي بينزله، ولكنه اخفى كل ده زي ما اخفى الملائكه واخفى الجن، وبيخفي الشمس كل يوم وبيجيبها لك عن طريق اسباب عشان يشوف انت هتصدق ولا مش هتصدق. طالما ربنا هو اللي بيوسع الرزق وربنا هو اللي بيضيقه وربنا اللي بيغني وربنا اللي بيفقر، ليه ما بنطلبوش من ربنا؟ يروح ربنا قايل فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوه مننا لان انا الوحيد اللي املكه. وانا مش قلت لكم كده؟ سيدنا موسى قال ايه؟ ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. يا رب الرزق اللي انت انزلته لي قليل. فجاءته إحداهما فاء السرعة، ربنا سبب له الأسباب، جاب له الزوجة وجاب له البيت وجاب له الفلوس وجاب له الشغل وجاب له كل حاجة. السيدة مريم يقينها أزهى النبي، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. ده ربنا اللي جايبه لي. السيدة مريم دخلت المحراب وهي عندها 3 سنين وخدت الدين مباشرة من نبي وهو سيدنا زكريا. والأطفال عموما لو قلت لهم أي حاجة هيصدقوها، لو كلمتهم أي لغة يطلعوا يتكلموا بيها، لأن العقل لسه بيتكون. لو كلمتهم العربي أو الصيني وهم أصعب لغتين في العالم هيطلعوا يتكلموا نفس اللغة. طب لو قلت لهم إن الرزق في السماء هيطلعوا مصدقين يقينا إن الرزق في السماء. فتخيل المشهد ان سيدنا زكريا بيكلم مريم اللي عندها 3 سنين وبيقول لها يا مريم ربنا اللي بيرزقنا والرزق عند ربنا في السماء، وقال لنا فابتغوا عند الله الرزق. وربنا اخفى كل ده وبيسبب الاسباب وبيختبرنا. مين اللي هيصدق؟ السيده مريم كبرت بقت بتتكلم بنفس اللغه اللي سمعتها. كلما دخل عليها زكريا المحراب، ده مش مره، كل ما يدخل عليها الاوضه بتاعتها يلاقي ايه بقى؟ يلاقي اكل مش هو اللي جايبه. مش بس كده، الاكل مش في الموسم بتاعه. ويقول لها جايباه منين يا مريم ان لك هذا؟ تقول له هو من عند الله، ده ربنا اللي جابه لي. لا مش انت اللي قلت لي كده، هو مش انت اللي قلت لي ان الرزق في السماء وان ربنا اللي بيرزقنا وقال لنا فابتغوا عندي الرزق اطلبوه مني؟ هو من عند الله، ربنا اللي جابه لي، انا بس كل اللي عملته اني طلبته. سيدنا زكريا عمل ايه اول ما شاف كده؟ هنالك دعا زكريا يا رب، يا رب هات لي ولد. وهو كبير في السن ومراته كبيره في السن، مفيش اسباب. ربنا عمل له ايه؟ جاب له الولد، لان الرزق عندي وانا اللي بنزل الرزق. وقلت لكم ايه؟ فابتغوا عند الله الرزق اطلبوه مني. سيدنا سليمان قال ايه؟ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. هات لي يا رب من عندك ملك ما اديتوش لحد قبل كده وما تديهوش لحد بعد كده. برضه بيطلب الرزق من ربنا. ربنا عمل له ايه؟ سخر له الارض باللي فيها، بل سخر له الرياح بقت بتسمع كلامه. فاول نقطه الدعاء، ولكن بيقين. النبي عليه الصلاه والسلام قال ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. دعيت من هنا خلاص جايه ازاي؟ مش بتاعتك. وانت بتدعي تخيل عظمه ربنا وان الرزق عند ربنا في السماء وان ربنا اللي بينزله. مالكش دعوه هتيجي ازاي، هتيجي. تاني خطوه التقوى اللي هي البعد عن الكبائر. تالت خطوه الصدقه. ربنا قال في القران ان ايا كان المبلغ اللي تتصدق بيه هيرجعه لك 700 ضعف، بل هيضاعف لمن يشاء اكتر من كده. ولكن في 3 شروط: يكون خالص لله، ما يكونش فيه رياء، ما يتبعهوش من ولا اذى. في على برامج الاتصالات مثلا تقدر تتبرع للمؤسسات الخيريه بدايه من 5 جنيه. فانت لو تصدقت باقل حاجه مثلا 5 جنيه كل يوم لمده شهر، يعني كام؟ 150 جنيه. ربنا قال لك هرجعهم لك كام؟ 700 ضعف، اللي هي كام؟ 100,000 وشويه. رابع خطوه الاستغفار. سيدنا نوح عليه الصلاه والسلام راح لقومه بيقول لهم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. استغفروا. طيب خير بقى،
يرسل السماء عليكم مدرارا، هينزل لكم المطر اللي انتوا عايزينها، ويمددكم بأموال وبنين، وهيبعت لكم الفلوس والولادة اللي انتوا عايزينها. أصل الرزق عند ربنا، وربنا اللي بينزله. ومعنى ان هو بيقول لهم استغفروا، يبقى ايه اللي مانع نزول الرزق؟ الذنوب. بالنسبة لنا احنا ربنا قال لنا لو بعدتوا عن كبائر الذنوب هسامحك على الصغائر وهسامحك عموما، ولكن برضه محتاج تستغفر. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام عمل غلطة كبيرة، فربنا أذن ببلاء ونزل في بطن الحوت. ربنا قال في آية تانية: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لو بتستغفر البلاء مش هينزل عليك، ولو في بلاء واستغفرت البلاء هيترفع. يبقى البلاء نزل بسبب ايه؟ الذنوب. المهم اتذكر ان سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام قعد في بطن الحوت 3 أيام، بعدها البلاء اترفع. طول ال3 أيام طول اليوم كان قاعد بيستغفر. إذن تكفير ذنب واحد ان هو يستغفر 3 أيام طول اليوم. انا معرفش انت عملت كام ذنب، ومعرفش كل ذنب محتاج تستغفر عليه قد ايه، ولكن اللي اعرفه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اللي هو احلامك كلها هتتحقق، ولو في بلاء هيترفع. طب ألزم الاستغفار قد ايه؟ زي ما سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام عمل، لحد ما البلاء يترفع. مثلا طول اليوم في سرك على قد ما تقدر بصيغة تستغفر الله لحد ما تتحل. انت مشكلتك ان ذنوبك اكتر من حسناتك دلوقتي. كل اللي مطلوب منك علي حسناتك، لان ربنا وضع قانون يوم القيامة ان اللي حسناته اكتر من سيئاته هيدخل الجنة، وان اللي سيئاته اكتر من حسناته هيدخل النار. ربنا بيساعدك. فأهون ربنا بعت لك أرصى في الدنيا، وبجانب الاستغفار شوف أي خير تعرف تعمله، أي حاجة ممكن تجيب لك حسنات. الحسنات يذهبن السيئات. بل ربنا وعد: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يعني لو استغفرت وتبت همتعك في الدنيا لحد آخر يوم في عمرك. لا استنى، استغفر من ايه وتوب من ايه؟ دي المفروض طريقة تعاملك مع القرآن. بجانب الاستغفار ربنا بيقول لك توب. توب دي يعني ما تعملهاش تاني. طيب انهي ذنب اللي ربنا قالك اوعى تعمله لو عملته هسامحك؟ الكبائر. ندور اكتر في القرآن برضه عشان نعرف نلاقي ربنا بيقول: والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الفاحشة هي الكبائر، ظلم النفس. دور على كل الآيات اللي اتكلمت عن ظلم النفس هتلاقيها بتتكلم عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فإذا الاستغفار لوحده مش كفاية، الاستغفار وبجانبها لازم توقف الكبائر والشرك الأصغر. يبقى الكبائر هي الحائل اللي واقف بينك وبين المتاع في الدنيا، هي سبب نزول البلاء، هي اللي معطلة نزول الرزق. وأخطر ذنب من الكبائر الشرك الأصغر. آخر نقطة، ليه سورة الواقعة متسمية بسورة الغنى، وليه سورة ياسين بإن هي قلب القرآن وإنها لقضاء الحوائج؟ إيه السر في السورتين دول؟ سورة الواقعة المفروض ان انت بعد ما تقراها تخرج بيقين تام ان ربنا اللي بينزل الرزق. ربنا اتكلم عن النقطة دي فيها اكتر من مرة. سورة ياسين المفروض تخرج منها عندك يقين تام ان ربنا قادر على كل حاجة. السورة كلها بتتكلم عن النقطة دي. فاذا التصديق بكلام ربنا ليه مكافأة خاصة، وعشان كده ربنا قال في سورة الواقعة: فلولا تصدقون. واعرف ان ربنا هيسبب لك الاسباب، وفي الاغلبيه بتيجي من باب عمره ما يخطر على بالك. الاسباب اللي ربنا سببها لك دلوقتي خد بيها لحد ما تظبط الامور دي. ربنا هيسبب لك اسباب تانية تعمل لك اللي انت عايزه وتخرجك من اللي انت فيه. اللي هيظبط الامور دي قسما بالله لا ربنا يغني. قال كده: اللي هيلاقي نفسه بيترقى بسرعه الصاروخ ومرتبه بيزيد اضعاف. اللي هتجيله فكره عبقريه ويقوم يعملها وبسببها هيكون غني. اللي هتجيله فرصه شغل بمرتب عالي جدا. في حاجه هتحصل، في سبب ربنا هيسببه عشان يزود لك الرزق، وهيسالك تاني: مصدق ولا لا؟